نتساءل اليوم، يقال بأنك كنت مفتاح لانفتاح العرب على الأغنية العراقية بأغنية راشد الماجد هالعيون شلون أملها، اللي كانت من ألحان حضرتك. وأيضا كلمات غازي السعدي الله يرحمه، كبير غازي السعدي طبعا. كنت مفتاح نجاح؟ اي طبعا، يعني بديت بالموضوع، وهذا فالشيء يعني هاي فرصه حلوه صارت لي. و يعني كان عمل كبير وناجح. وبديت انه الاغنيه العراقيه بدت قام تنتشر بطريقه حلوه. ليش؟ لان كان مثل ما قلت لك الاعلام كان مغيب الاغنيه طبعا. فلما صار السقوط، المطربين الخليجيين بدوا يتحركون على الاغنيه العراقيه، لان كان الموضوع بسبب الظروف يعني السياسيه اللي موجوده اثرت سلبيا، انه هم كانوا متحفظين من هذا الموضوع. فلما صار السقوط يعني اكو حاجز انتهى. فخابرني، اتصل بي الفنان الكبير، اوجه له تحياتنا راشد الماجد. فاول واحد هو من كان جريء بهذا الموضوع، واتصل بي قال لي اريد اغنيه عراقيه يعني بهاي الفتره. وكانت فتره حرجه على فكره، هي كانت يعني في توتر كبير كان بالمنطقه، وغناه فعلا وسوى فشي حلو. وحالفنا الحظ انه الكلام يطلع حلو، اللحن حلو، والتوزيع. وطبعا وزعها الكبير شاكر حسن، اوجه له تحيه، الموزع المبدع الراقي والمبدع. يعني كلها ضافرت الجهود وسوت هذا اللحن ومشت. وبدت قام بعد يغنون، يعني شلون فتحنا بوابه كانت مفتاح للاغنيه العراقيه يعني. حلوة شايل جمال الكون وباليني بلوى، هالعيون شلون املها، سحر ذوبني بغزلها، بوسة من عندك